السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد والكرة مع الكويرة. في بداية الفيديو حابب نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة وندعي لشهدائنا في فلسطين. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، ده أخوك الأهلاوي الستاوي. عودة أخطر دوري في العالم. سمعت عن عودة مستر إكس؟ هو عودة أخطر دوري في العالم، الدوري المصري، يعني الدوري النادي الأهلي. الأهلي خده 45 مرة من 65 مرة، الزمالك خده 14 مرة من 65 مرة. ما حصلش قبل كده في تاريخ الدوري المصري ان في نادي كسب الدوري اكتر من مرتين ورا بعض الا النادي الاهلي. 9 مرات في مره، 8 مرات، 7 مرات، 5 مرات، 4 مرات متتاليه في 2 مناسبه، و3 مرات من 2000 ل 2000 من 2024 ل 2025 ل 2024 الاهلي كسب الدوري 16 مره، منهم سنتين اتلغى فيهم الدوري، يعني 22 سنة. الأهلي يعني الدوري ما يعرفش إلا طعم النادي الأهلي. 22 سنة ولا 23 سنة الأهلي يكسب فيهم الدوري 16 مرة. أنت متخيل؟ يبقى لنا حق نقول عليه إيه؟ دوري النادي الأهلي. هيبتدي إن شاء الله من غدا، من يوم الجمعة، مباراة يوم الجمعة. دجلة وبيراميدز الساعة 5، والمصري والاتحاد الساعة 8، وديربي يعتبر فرع النادي الاهلي الجديد سيراميكا كليوباترا مع الزمالك عدي الدباغ. والله العظيم ثلاثة. يعني هتكلم كده في كام حاجة كده تخص نادي الزمالك، عشان ايه؟ بيصعب عليا المشجع الزملكاوي، ما انا برضو في ناس حبايبي زملكاوية وناس زمايلي زملكاوية، فالواحد يعني بيصعبوا عليا والله. يعني جه قال لك في الاجتماع اللي كان حصل في بداية الموسم، في نهاية الموسم اللي فات، قال لك الاهلي قال لك عايزين ايه؟ نزود عدد الاجانب من 5 ل6، نزيد واحد اللي هم فوق السن. الزمالك قال لك لا، ازاي؟ عايش دور الوطنيه بقى، ازاي؟ ومنتخب مصر ومش منتخب مصر. الزمالك السنه دي بيضم في قائمته 10 لعيبه جنسيات مختلفه غير الجنسيه المصريه. ها؟ عايش دور الوطنيه. الزمالك السنه دي صرف على الميركاتو الصيفي بتاعه 7 مليون دولار. هل هيطلع ذكر فيك يا مصر في الاعلام يقول الزمالك بيجيب فلوسه منين وهو اصلا مديون لطوب الارض؟ انت متخيل؟ يعني مديون لطوب الارض، ومجدول اللي اتجدول قبل كده لاتحاد الكوره وهيقسط اللي متقسط اصلا قبل كده لاتحاد الكوره، ماشي، وقعدوا جدولوا اللي اتجدول قبل كده، والرخصه طلعت وهيلعب عادي في افريقيا والدنيا حلوه. رايح جايب صفقات ب7 مليون دولار. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ عايز بقى ذكر كده يطلع يقول من اين لك هذا. زي ما كانوا كده الاهلي راح جاب صفقات ب5.5 مليون دولار، هو اصلا بيجيبهم وفي شركه كوره وفي شركات راعيه وفلوس الاهلي معروفه في جايه منين ورايحه فين، ويطلعوا يقول لك الاهلي جاب الفلوس دي منين؟ هو الاهلي واقع على كنز؟ هو الاهلي طلع اثار؟ هو الاهلي هم ما لهمش بص، كل الدنيا بتحارب الناجح، هو الوحيد في الدوله دي اللي ناجح هو النادي الاهلي، فكله بيحاربه. محدش طلع يتكلم على بيراميدز لما لسه باع ابراهيم عادل ب5 مليون دولار والدنيا كلها عارفه، وبيراميدز طلع ورقه يقول لك انا باعه ب1,200,000 دولار. عليه عشان خاطر فريق زي المريخ البورسعيدي هياخدوا 50 مليون اللي هي اعاده البيع 20%. لا، بيراميدز يديهم 50 مليون في ايه؟ هم 10 مليون اخركم، انا بايعينه ب1,200,000. محدش بيتكلم، كله لا اسمع لا ارى لا اتكلم. لكن يجوا عند النادي الاهلي ويبتدي بقى الدم ياكلهم. لما الدم ياكلهم تكتر مشاكلهم. بس احنا طبعا ما بنردش على حد. يعني الزمالك لسه جايب جون الفينا، لاعب برازيلي من الدوري الاوكراني. طلعوا بقى، انا والله العظيم 3 زمايل الزمالكاويه دول بيصعبوا عليا والله. قال لك احنا جبنا لعيب خطير، ده اللي هيعوض احمد سيد زيزو. جبناه بكام؟ ب600,000 دولار. يشاء القدر يطلع النادي الاوكراني بتاعه اصلا، يعني لعيب طول عمره بينتقل مجانا فري، بينتقل مجانا بدون دفع فلوس. النادي الوحيد اللي دفع فيه فلوس الزمالك. راح دفع كام بقى؟ 2 مليون و100 الف دولار، ويطلع الزمالك يقول لك 600,000 دولار. شفت النصبايا؟ لا، ده جون ادوارد ده عالمي، وبكره وهفرجك في نهايه الموسم عالمي ولا مش عالمي. يعني انت جايبه ب 2 مليون و100 الف دولار وطلع تقول ب 600,000 دولار؟ انت بتستغفلهم للدرجه دي؟ يا عم ده فيهم ناس حبايبنا وزمايلنا، يا عم ما ينفعش اللي انت بتعمله ده.
رحت جبت عدي الدباغ، قال لك ده رفض الاهلي ورفض مش عارف مين ورفض السد القطري ورفض التيت والشريط، وتمسك في الزمالك اصل هو زملكاوي. يعني انت يا عزيزي الزملكاوي البائس المحلي امام عاشور وبن شرقي واحمد سيد زيزو سابوك وراحوا الاهلي، سابوك وراحوا الاهلي، وهيجي عدي الدباغ اللي هو الفلسطيني يرفض الاهلي والسد القطري بفلوس السد ويروح الزمالك. كم انت بائس محلي والله العظيم، ثلاثة بيضحكوا عليك. وبص اقول لك انت عايش في اوهام وخليك عايش فيها، انا نفسي التانيك عايش فيها. يعني كل دول سابوك وراحوا الاهلي وانت مقتنع، يعني دماغك واصله موصلاك انك انت عدي الدباغ ساب الدنيا وجي الزمالك. عجبت لك يا زمن. نيجي بقى يوم السبت، سموحه وطلائع الجيش، المقاولين وزد دول الساعه 5، الاسماعيلي وبتروجيت والاهلي ومودرن سبورت دول الساعه 8، وتختتم الجوله يوم الاحد كهرباء اسماعيليه والجونه الساعه 5، فاركو وانبي الساعه 8، والبنك الاهلي وغزل المحله الساعه 8. افتكر الكلام ده في نهايه الموسم لما تلاقي الزمالك واقع، مفيش اصلا زمالك، زي ما احمد حسام ميدو جه كده، هو ده اللي هيجيب النادي، هو ده اللي هيقفل النادي الاهلي. في الاخر امشي امشي، انت مش نافع، امشي. احنا جبنا جون ادوارد. جون ادوارد ده يا عزيزي المشاهد سمسار. عارف يعني ايه سمسار؟ انت متخيل ده سمسار اصلا؟ يعني كل لعيب هيبيعه وهياخد عليه فلوس، كل لعيب هيجيبه وهياخد عليه فلوس. انت جايب لعيب ب 2 مليون و100 الف، طالع تقول 600 الف، والزمالكاوي بيصدقوا، واللعيب اصلا هياخد مليون و300 الف في الموسم. انت فاهم؟ مليون و300 الف في الموسم. الفريق الاوكراني طلع اعلن عن كده، وكيل اعماله طلع، والفريق الاوكراني عمل بيان رسمي. ليه؟ عشان لما لقى الزمالك طلع قال لك احنا جبناه ب 600 الف. يا عزيزي المشاهد ما يضحكش عليك، ما يضحكش، سواء اهلاوي او زملكاوي، كل واحد ليه دماغه بتفكر. انت جيت في الاجتماع قلت لا مش هنزيد عدد الاجانب. تعال بص دلوقتي للزمالك جايب 10 لعيبه جنسيه غير مصريه، فين بقى المنتخب المصري اللي انت بتقول عليه؟ ولسه عايز يجيب ناس من الشباب عشان يسجلوا من الايام اللي جايه. احنا عارفين ان القيد قفل بالنسبه للايه اللي هم فوق ال 2005 والكلام، لكن 2005 و2006 والكلام ده لسه القيد بتاعهم شغال. فهو عايز يجيب لسه عشان ايه؟ عشان يسجل تاني. عايز يجيب باك تقريبا، باك يمين ولا جناح اليمين. يعني اللعيب جايب 2 مليون و100 الف، اطلع قول اللعيب انا جايبه ب 2 مليون و100 الف، ايه المشكله؟ لكن تطلع تقول 600 الف، يمكن انت دفعت 600 وممدوح عباس دفع الباقي. اطلع برضه فسر للجمهور، اطلع فسر للجمهور. على العموم الايام بيننا والدوري عندنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.